تصدقي لو قلتلك ممكن تاكلي طول اليوم وتشبعي؟ بليلة باللبن مع شوية سكر وقطعة كيكة بيتي بالفانيليا وفراخ مشوية، كل ده على 1500 سعر حراري تقريبا. ولو زهقتي من الدايتات اللي بتجوعك ركزي معايا للآخر، المعلومات الغذائية كلها مؤكدة من مصادر موثوقة. الفكرة مش اننا نمنع نفسنا، الفكرة نظبط الكمية ونختار اكل يشبع مع بروتين والياف وكربوهيدرات مظبوطة علشان اليوم كله يعدي من غير جوع. اول حاجة نبدأ بفطار شتوي بيشبع، والفطار عبارة عن كوب بليلة مسلوقة وكوب لبن كامل الدسم ومعلقة او نص صغيرة سكر. السعرات حوالي من 310 ل 320 سعر حراري. وخلي البليلة طرية وحطي عليها قرفة او فانيليا، ودي طبعا من غير سعرات اضافية. والسناك الاول بيبقى بعد الفطار بساعتين، عبارة عن برتقانة متوسطة و25 جرام سوداني بدون قشر، من حوالي 30 ل 32 حبة. السعرات حوالي 290 سعر حراري، في الياف ودهون صحية، يعني شبع من غير حرمان. نيجي بقى لوجبة الغداء، صدرين فراخ مشويين، يعني كل صدر بحجم الايد، ونص كوباية رز ابيض او بني، وطبق سلطة كبير جدا، معلقة صغيرة زيت زيتون. السعرات حوالي 500 سعر حراري. وهنا البروتين عالي والسلطة بتملى المعدة من غير سعرات زيادة. ونيجي للسناك التاني، نيجي بقى للجزء الحلو، قطعة كيكة بيتي بالفانيليا متوسطة، حوالي من 60 ل 70 جرام، يعني حجمها زي كف الايد. السعرات حوالي 200 سعر حراري. الاكل اللي بتحبيه مسموح بيه بس الكمية مظبوطة، الحرمان مش حل للدايت. نيجي بقى لوجبة العشاء، واخر اليوم بيبقى عشاء خفيف، علبة زبادي بلدي من حوالي 180 ل 200 جرام، معاها موزة متوسطة. السعرات حوالي 190 سعر حراري. العشاء ده بيهدي الجوع بالليل ومفيش زيادة في السعرات. كده نحسب بسرعة، عندنا فطار وسناك وغدا وعشاء، كل إجمالي اليوم كله حوالي 1500 سعر حراري، يعني شبعنا وأكلنا الحلو وبرضو السعرات مظبوطة. وثلاث حاجات مهمة تخلي اليوم ده ناجح. أول حاجة ما تزوديش كميات عن اللي احنا قلنا عليه. تاني حاجة اتحركي شوية بعد الأكل، اشربي مية كتير. الدايت مش سباق، الدايت أسلوب حياة. ولو حابة يوم كامل فيه كشري أو محشي أو حلويات أكتر بحساب، اكتبيلي في التعليقات. ولو حسيتي إن الدايت ممكن يكون ممتع اعملي لي لايك واشتركي في القناة، لأن الجاية أقوى. واستنوا الفيديوهات الجاية. سلام.